درس النهاردة إزاي تعمل تصميم سوشيال ميديا للسوق الخليجي خطوة بخطوة. من غير ما نتكلم كتير، هنبدأ من فكرة بسيطة ونحولها لتصميم احترافي. البراندات، ركز معايا في التفاصيل. معاكم أخوكم أبو حمزة، سلامي وتحياتي ليكم جميعا. يلا بينا نبدأ مع بعض. بنروح على برنامج الفوتوشوب ونفتح مقاس مربع ونظام ألوان RGB. بعدين بنروح على قائمة View ونختار Guides ومنها New Guides Layout ونخليه 1 سنتي كأمان للتصميم بتاعي. بعدين بروح أجيب الأرضية بتاعة التصميم، صورة الشحن، وأظبط مقاسها وحجمها على التصميم. بضغط على Ctrl M علشان أظبط الألوان والإضاءة بتاعة الصورة. بعدين بروح على قائمة فلتر واختار بلور ومنها جاوسيان بلور وبخلي التأثير بتاعها على 7. بعدين بضيف طبقة جديدة من الأسفل وبخلي درجة اللون بالأزرق واضغط على Alt Backspace وبروح على قائمة Adjustment Layer واعمل تدرج لوني للأرضية بالشكل ده وبغير مود الطبقة على Hard Light. بعدين بغمق شوية لون الأرضية اللي عملتها من شوية واضغط على Alt Backspace. بروح أجيب صورة الشخصية السعودية وأكبر حجمها شوية وانزل بيها للأسفل بالشكل ده. بضغط على Ctrl M علشان أظبط الألوان والإضاءة بتاعت الصورة. بعدين بضيف طبقة جديدة وغير اللون للأزرق الفاتح. وأختار أداة الفرشة وأكبر حجمها شوية واضغط مرة واحدة علشان أضيف اللون في الأرضية من الخلف. بضغط على Ctrl T علشان أكبر شكل الإضاءة وتظهر شكل الشخصية بوضوح. بروح أجيب الشعار الخاص بشركة الشحن وأكبر حجمه وأخليه من تحت في الخلفية. بعدين بغير مود الطبقة على Hard Light وأخفف الشفافية بتاعت الشعار على 80%. برفع اللاير بتاع الشعار بخليه فوق الإضاءة علشان يكون ظاهر. باخد نسخة تانية من الشخصية، بضغط على Ctrl G وبخليها باللون الأسود من قائمة Adjustment Layer وبحرك شوية الطبقة بحيث يكون الظل جاي بميول. بعدين بروح على قائمة فلتر وأختار Blur ومنها Gaussian Blur وبخلي التأثير بتاعها على 70. بضغط على Alt علشان أدخل الظل في طبقة الشعار وأغير مود الطبقة على Multiply وأخلي الشفافية على 70%. بعدين بضيف من فوق الجملة اللي هكتبها أو اسم شركة الشحن. واختار الخط المناسب مع التصميم. وعادة في التصميمات اللي بتكون للجمهور الخليجي بيحبوا الخطوط الصريحة العربية. بحول علامة الاستفهام إلى إضاءة نيون. بخلي الفل على 0%. ومن قائمة Adjustment Layer بعمل ستروك بخليه باللون الأزرق الفاتح. وبفعل Outer Glow وبزود تأثير الإضاءة علشان يظهر عندي.
وبعدين بضيف طبقة جديدة وبخلي اللون أسود، واختار أداة الفرشة وبعمل ظل بسيط أسفل الصفحة بالشكل ده. وفي النهاية ده كان الدرس بتاع النهاردة. ياريت لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.